مرحبا بكم مرة أخرى. يعود الحديث من زوايا مختلفة، ليس من زاويتي أنا ولكن من زاوية الأوروبيين. كلهم ينظرون بقلق شديد لما يحدث في الأيام الأخيرة. الكل يترقب عما ستسفر عنه آخر الصفقات بالنسبة للأندية السعودية. كنا قد تحدثنا قبل شهرين وأكثر عن قلق الأوروبيين، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشيفرين. اليوم يتأكد بشكل لا يدع مجال للشك بأن أوروبا تريد أن تقنن الميركاتو والتواريخ التي تحدد بدايته ونهايته. نبدأ بصحيفة ماركا الإسبانية التي طالبت بتدخل الفيفا لتقنين هذه العملية. لم يتوقف الأمر عند الصحيفة الإسبانية الشهيرة، ولكن أيضا في إيطاليا أشهر صحيفة رياضية لا غازيتا ديلو سبور هي أيضا تحدثت عن هذا الموضوع، وقالت على الفيفا أن تتدخل حتى توجد آليات وقوانين وترتيبات لتقنين عملية انتقال اللاعبين في الميركاتو الصيفي وأيضا في الميركاتو الشتوي. نذكر أن يورغن كلوب مدرب ليفربول هو من كان قد بادر على مستوى المدربين إلى دق ناقوس الخطر. كنا قد خصصنا حلقة عن هذا الموضوع وقلنا بأن كلوب قلق من هذه العملية. سنشاهد مقطع كنا قد قمنا ببثه في حلقة خاصة يوم 2 من هذا الشهر، تحدثنا فيه عن قلق يورغن كلوب ومطالبته بإيجاد آليات وضوابط حتى يتم التحكم في الميركاتو الخاص بانتقال اللاعبين. نشاهد جزءا منه. أهلا بكم. ألم أقل لكم بأن الدوري السعودي ورؤية 2030 أصبحت مصدر قلق للهيئات الرياضية في أوروبا؟ تذكرون جميعا الموضوع الذي كنت قد تحدثت فيه عن قلق رئيس الاتحاد الأوروبي تشيفرين من تصاعد وتنامي القوى الكروية في السعودية وهجرة اللاعبين الأوروبيين نحو الدوري السعودي، وبالأخص رؤية 2030 التي تحاول أن تحقق هدفا مهما هو جعل الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم. قبل ذلك كنت قد ذكرتكم وكنت أنا أول من تناول هذا الموضوع. تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 21 كانت هذه الحلقة، تحدثنا فيها عن رؤية 2030 ونظرة تشيفرين إليها وتشاؤمه من نجاحها على اعتبار أنها ستفشل كما فشلت محاولات الصين. سنعود إلى فقرة من تلك الحلقة حتى نذكر من قد ربما يكون قد نسي. نشاهد. مرحبا بكم. بدا واضحا بل مؤكدا بأن خطة المملكة العربية السعودية في تطوير دوريها وتطوير كرة القدم وجعل الدوري ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، يبدو أن هذه الخطة ستجد في طريقها من يحاول أن يعرقلها أو أن يحاول أن يشوه هذا التصور للمملكة العربية السعودية. إذن كما لاحظتم كنا قد تناولنا هذا الموضوع في بداياته وواكبناه، وهناك من اعتقد بأننا نحن نمدح الدوري السعودي أو نجامله أو كما قال البعض نطبل له. ولكن حينما تبدأ الأسابيع تمر الواحدة تلو الأخرى وتتوالى الصفقات انتقال اللاعبين، بدأت هذه الأمور تأخذ بعدا كبيرا أصبح يخيف الأندية الأوروبية. يخيف الأندية الأوروبية لماذا؟ لأن في الدوري السعودي السيولة موجودة ولا يوجد سقف لاستخدام أي لاعب مهما كان سعره في العالم. ثانيا أنه مشروع طموح، وأن كبار النجوم الذين جاءوا بدأوا يقومون بعملية جذب لكل اللاعبين وبدأت أعمار تقل. وسنتحدث اليوم عن البومباثو، القنبلة الكبيرة التي تم تفجيرها في الكرة الأوروبية من خلال تعاقد النادي الأهلي مع الشاب جابري فيغا لاعب سيلتا فيغو وهو في سن 21. إذن هذه الأمور تطورت وأصبحت مقلقة، وكان كلوب هو أول من بدأ الحديث عن ذلك. لم ينتبه إليه أحد، عاد مرة أخرى وتحدث عن الإنفاق في تشيلسي
وربطه أيضا بالإنفاق في السعودية، وقال شيء صعب جدا أن نقاومه، ولكن لا نملك الآليات، ربما يجب أن نبحث عن ضوابط. اليوم هذا الصوت لم يبقى صوتا وحيدا، أصوات أخرى بدأت تطالب بأن يكون للفيفا قرار ودور في الموضوع. الخطر أصبح محدق لا محالة بالأندية الأوروبية، ليس فقط على مستوى الإنفاق ولكن أيضا على مستوى الميركاتو. الكل يتخوف من أن يغلق باب الانتقالات في 31 ويبقى باب الانتقالات وسوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية مفتوحا حتى 7 سبتمبر. ستقولون وما هي الإشكالية إذا كان الميركاتو في أوروبا يقفل في 31 ويبقى مفتوحا في السعودية في 7؟ فيما سيؤثر، أوروبا أغلقت أبوابها ولا يمكن لأي لاعب أن ينتقل داخل الاتحاد الأوروبي. المشكلة والخطر هو أن أوروبا ستغلق أبوابها في 31 من خلال سوق الانتقالات، ولكن بإمكان أي لاعب أوروبي أو ينشط في أوروبا أن ينتقل خارج أوروبا. ستقولون كيف؟ ببساطة يمكن لأي نادي في المملكة العربية السعودية أن يدفع الشرط الجزائي لأي لاعب في أوروبا ويستخدمه، بمعنى أنه يكسر الميركاتو الصيفي في أوروبا. هذا ما تخشاه الأندية الأوروبية، أي أنه بعد انتهاء وإغلاق السوق تبدأ الأندية السعودية بجلب اللاعبين من خلال دفع الشرط الجزائي. لذلك شاهدنا أصوات ترتفع مطالبة فيفا بالتدخل. قد يقول البعض من باب العدالة الرياضية أن يكون هناك ميركاتو موحد، سنقول يتوكل على الله، ولكن إذا قمنا بتوحيد تواريخ الانتقالات في الميركاتو الصيفي والشتوي، إذن كيف سنتعامل مع الدوري البرازيلي؟ الدوري البرازيلي لا يلعب بنظام الموسم، أي أنه يبدأ في صيف سنة وينتهي في بداية صيف السنة الموالية. الدوري البرازيلي يبدأ في شهر أبريل وينتهي في شهر ديسمبر من نفس السنة. اليوم في البرازيل وصلنا فقط إلى الجولة 21، لا زالت هناك 17 جولة حتى ينتهي الدوري في 6 ديسمبر، بدأ في منتصف شهر أبريل. إذن هذه الضوابط التي قد تتخذها الفيفا لا يمكن أن تنطبق على الدوري البرازيلي، ستكون هناك حالة خاصة. لذلك أقول الأوروبيون مخطئون، يحاولون الضغط على الفيفا للتأثير على الأندية السعودية والدوري السعودي. لا يمكن تطبيق نظام موحد للانتقالات في ظل اختلاف المسابقات وتواريخ المسابقات والمناطق الجغرافية. حينما يقام الدوري في البرازيل لا يمكن أن يكون ملائما للدوري في أوروبا أو في العالم العربي أو في آسيا إلى آخره. إذا كان موضوع الإنفاق مخيفا فعلا في أوروبا ويثير حفيظة الكثيرين في بعض الدول الغربية، لماذا في إنجلترا هناك صمت تام على ما يجري داخل نادي تشيلسي؟ أتعلمون بأن تشيلسي أنفق لحد الآن 385 مليون في انتقالات اللاعبين إليه، ولا زال يطمح في التعاقد مع مهاجم يريد أن يدفع المال، ولا أحد يتحدث. منذ أن جاء الملك الجديد وصلنا إلى أكثر من مليار ولا أحد يتحدث. ولذلك قلنا حلال عليهم وحرام علينا نحن العرب. أعتقد أن هناك عملية الكيل بمكيالين، نظرة على مستويين. هناك من ينظر إلى الموضوع بكثير من الحكمة والتبصر ويعترف بأن في نهاية المطاف كرة القدم أخذت منحة من الصعوبة بمكان العودة إلى الوراء. المال غزا الأندية، غزا الدوريات، غزا الأسواق، ومن المستحيل أن نوقف هذا القطار. لذلك اليوم نظرة الأوروبيين هي نظرة فيها الكثير من التوجس والخوف من أن يسحب البساط من تحت أقدام الأندية الكبرى التي تعودت أن تنفق المال ولا يهمها، تعرف أنها تستطيع أن تحصل على أي لاعب كيف ما كان شأنه وكيف ما كان سعره. في أوروبا حاليا هناك من ينظر بأنه لم يأخذ بعد حقه من الكعكة،
إيطاليا مثلا اليوم في صحيفة لا غازيتا حديث عن 80 لاعب انتقلوا حتى الآن إلى الدوري السعودي ولا يوجد لاعب إيطالي واحد. كان هناك تساؤل كبير، لماذا؟ الحديث عن فيراتي، الصفقة لا زالت بعيدة، ولكن لا يوجد لاعب إيطالي من أصل 80 وأكثر من اللاعبين الذين جاءوا إلى الدوري السعودي. الاسم الإيطالي الذي سيأتي إلى المملكة العربية السعودية قريبا هو روبرتو مانشيني، الذي قدم استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي وسيأتي ليدرب المنتخب السعودي حتى كأس العالم 2026 بصفقة وصلت إلى 30 مليون يورو. إذن الإيطالي الوحيد الموجود هو مانشيني. قلق الأوروبيين اليوم ازداد مع صفقتين مهمتين أشرت إلى واحدة، غابري فيغا لاعب سيلتا فيغو الذي كانت تركض وراءه الكثير من الأندية وكان قريبا من التوقيع مع نابولي ب30 مليون يورو. كان أيضا حديث عن انتقاله أو احتمال انتقاله إلى ريال مدريد. كانت أندية كثيرة ترى أن اللاعب مفيد لأنه صغير ونجم المنتخب الإسباني تحت 21 عاما. فيغا وقع للنادي الأهلي ب40 مليون. كان نابولي قد عرض عليه 30 وراتب 2.5 مليون، ولكن ماذا حدث؟ أن فريق الأهلي قدم 40 مليون وقدم راتب 12 مليون ونصف المليون يورو. لا يمكن لأحد أن يقاوم مثل هذا العرض. حتى في سيلتا فيغو رافا بينيتاس المدرب قال بأنه لا يمكن أن نقف في وجه مصلحة اللاعب. هذا تحول مثير ومهم في حياة اللاعب وفي حياة عائلته. وأيضا سيلتا فيغو كان يحتاج إلى مثل هذا المبلغ حتى يضخه في صناديقه ويتمكن من استخدام لاعبين آخرين أو ربما يجفف بعضا من المديونية التي قد تكون لديه. الصفقة الأخرى التي هزت كيان أوروبا هو انتقال إمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي إلى نادي النصر السعودي لمجاورة كريستيانو رونالدو. بعد 5 سنوات ونصف أعلن اللاعب من خلال حسابه على تويتر أنه سينتقل إلى النصر السعودي، وهذه بالطبع خطوة مهمة لأن نادي النصر كما لاحظتم في الأيام الأخيرة وفي المباريات الأخيرة كان يشكو من ضعف على مستوى قلب الدفاع، ويرى في لابورت اللاعب المناسب ليكون في هذا المكان بعد أن راجت كثير من الأخبار حول احتمال انتقال سيرخيو راموس إلى نادي النصر السعودي. كل هذه الأمور كانت تمر وأوروبا تراقب ولكن تتوجس. في البداية لم يعيروا اهتمام، كانوا يقولون انتقل كريستيانو رونالدو 37 سنة، ربما السعودية ستهتم باللاعبين الذين تفوق أعمارهم 35، جاء بنزيما جاء كانتي، وكان هذا الاتجاه هو الذي يفكر فيه الأوروبيون. ولكن حينما بدأت الأعمار تقل بالتدريج صفقة بعد صفقة حتى وصلنا إلى 21 عاما مع اللاعب غابري فيغا، هنا بدأ ناقوس الخطر. السؤال الذي يطرح في أوروبا: أين سيتوقف قطار الدوري السعودي وقطار رؤية 2030؟ الآن أصبح اللاعبون في مقتبل العمر وصغار السن يريدون أن ينتقلوا إلى الدوري السعودي. ما هذه الثورة التي أحدثها مجيء كريستيانو رونالدو ومجيء اللاعبين الآخرين؟ اليوم الكل يتحدث عن السوق الآسيوية. اليوم قرأت مقالا مفيدا ويدل على تلك الطفرة الاقتصادية المهمة التي بدأت تشمل أيضا المسابقات الرياضية. هذا المقال يتحدث عن تمكن القارة الآسيوية من التوغل في سوق المسابقات الرياضية باحتضان كأس العالم لكرة السلة، احتضان الألعاب الأولمبية، احتضان مسابقات أخرى على مستويات كثيرة جدا. ولذلك السيولة المالية والقدرة الاقتصادية القوية لآسيا تجعل من أن الاهتمام ينصب على القارة الآسيوية بما في ذلك الدول العربية، وخير مثال هو كأس العالم في قطر 2022. الأزمة المالية التي تعيشها الكثير من البلدان في أوروبا
الركود الذي عرفه الاقتصاد الأوروبي لا يمكن أن يقارن مع الطفرة التي تعيشها القارة الآسيوية على الصعيد الاقتصادي، سواء تجاريا أو اقتصاديا أو صناعيا. لذلك تستفيد الرياضة من الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول في آسيا. اليوم لا نستغرب أن نشاهد صفقات أخرى مدوية، ولا نستغرب أيضا أن تخرج الفيفا عن صمتها وتتحدث في الموضوع. الأوروبيون من خلال اللوبيات ومن خلال الضغط الذي يمارسونه على الفيفا بإمكانها أن تصل إلى نتيجة حتى ولم تكون نتيجة كاملة، على الأقل نسبية، حتى تحد من هذا الخطر الذي أصبح يقض مضجعها. رؤية 2030 لا زالت في بدايتها. هو كيان الكرة العريق في أوروبا بدأ يهتز، يشعرون بأن هناك شيئا ما يحدث في عالم كرة القدم، وأن تغييرات قادمة لا محالة ربما قد تعصف بأحلام الكثيرين الذين اعتقدوا بأنهم هم السياد الكرة في العالم. في أمان الله.